بسم الله بديت وعلى النبي صليت وليكم يا حبابي بحكاية من حكايات التراث الجزائري كما العادة. راني وليت حكايتنا اليوم بعنوان الجرح يبرى يا صبرا. يحكوا بكري ويقولوا كان كاين راجل ومرته عايشين كيما الناس، ونهار من نهارات حضر الشيطان بينه وبين مرته، كلمة منها وكلمة منه، والراجل ما جابش خبر حتى قال الكلمة الشينة، قال لها راكي مطلقة بالثلاث يا صبرا اخرجي من حوشي. المسكينة قلبها طاح، بكات وندبت خدودها، واش نديرو واش نعمل وين نروح؟ وزمان الطلاق كان عيب كبير، يبدو الناس يهضروا عليها وعلى عائلتها وعلى خاوتها. وكما كان الحال الخبر لحق لخاوتها، وعاد كل واحد يفصل ويخيط كيما يحب. مصيبة وطاحت على راسهم، على خاطرش اختهم مطلقة، وخافوا من هدرة الناس ويقولوا ما طلقها راجلها غير ما تكون عملت عملة. كانت عندهم الموت أحسن من الطلاق، على خاطرش ينقص من قيمة المرأة وعيلتها، وبنات الأصول والعائلات ما يطلقوش مهما كانت الظروف. هكا توع بكري كانوا يخموا. كانت تتخمم صبرا كيفاش ندير كيفاش ندير، ومن بعدها حلت الباب وخرجت، والدنيا ظلام، ما راهيش عارفة حتى وين يوصلوها رجليها. بدات تمشي وهايمة، بصح وين رايحة ما راهيش عارفة. قالت انا ما نقدرش نروح للدار بي، نجيب لهم العار، بنتهم جايتهم مطلقة والجيران والعائلة واش يقولوا عليهم. ومن بعدها قالت انا نهج للغابة والخلا، بالك تجيني هايشة تقتلني ونرتاح من عمري. خرجت من المدينة ودخلت للغابة، وبدات تمشي حتى ولت ما تقدرش تعاود توقف. ومن بعدها جات حدا واحد الشجرة، ركزت ورقدت داتها الغفية. بعد شوية بدات تسمع في أصوات قوية تقرب ليها، كي فتحت عينيها لقات روحها قدام ملك الغابة بقوته وهيبته. كي لحق ليها قالها واش جابك لينا في غابتنا؟ حدا ما ندوش للمدينة تاعكم، واش صاير لك؟ باين عليك راكي باغية الموت، ولا جابك هنا؟ قلت له الدنيا ظلمت في عينيا، انا يسموني صبرا، وراجلي طلقني وما قدرتش نرجع لمالي مطلقه. قالها وش درتي لراجلك؟ قلت له ما درت له والو، ظلم لي برك. واذا انت راك باغي تاكلني كوني وريحني من هذه الدنيا. قال لها ملك الغابة تقبلي تعيشي معايا ونعطيك الامان؟ قالت له نقبل. قال لها ملا نوضي يا صبرا تبعيني. تبعاتو مشاو حتى وصلوا للمغارة تاعه، ولت عايشة معاه كل يوم يطلع من الصباح يصيد ويجيب كل خير من أرانب وحجل وحمام وفواكه، وفي المغرب تنوض صبرا تشعل النار وتشوي وياكلوا عايشين على هذا الحال في ستر الله، والشيطان ما دخلش بيناتهم. واحد الليلة من الليالي هي راح جاب اللي كتبها ربي مرزق، لقاها راقدة، بدا ينوض فيها نوضي يا صبرا طيبي شوية، نوضي قلت لها ما عينيش. قال ما عليش بالك راهي مريضة. اليوم الزاوج عاود سقساها ثاني ما بغاتش تنوض، قالها مالكي؟ قالها جاك حد؟ قالت له لا. قالها كي باغيه تروحي تطلعي على مالك؟ قالت له ايه، انا توحشت ما وبي وخواتي. قالها مالا خلاص، غدوة قيس الفجر نوضي بكري نلحقك لطرف الغابة، وقعدي 3 أيام شوفي مالك، ورابع يوم قيس الفجر نجي نديك. قالت له ايه، وفرحت ورقدت. ناضوا الفجر ومشات لماليها طبطبت الباب. قالت لامها، قالت لها شكون؟ قالت لها بنتك صبرا. فرحت امها، فتحت عليها الباب وجاو الجيران يسلموا والعائلة والأحباب ويشدوا فيها على راجلها. قلت لهم ماخذ الصياد اللي هو زعما ملك الغابة، ومبهاه ومبهى العيشة معاه. وبدت تحكي وتهلل وتشكر فيه قدام الناس. وفاتوا 3 أيام كي الريح، واخر ليله باتت معاها امها بدات تقرر فيها، بالك مصياد مزحفك ولا مخوفك ولا حابه تقولي لي كاش كلمه في خاطرك بينك وبين ميمتك، راني انا ميمتك ومكاش اللي يحس بيك كيفي. قلت لها يا ما راهو صياد راجل وسيد رجال، والصياد طوال عليه الوقت وذاق به الحال، وراني انا مونساتو. قلت لها وش يصبرني للفجر، خليني نروح نبات تحت حوشهم باش الصبح بكري نروح. هيا جا هو ورقد ورا حوشهم يستنى في النهار وقته يطلع.
صبرا وميمتها ما رقدوش طول الليل. كي قرب الفجر قالت لها ما بالك راجلك في حاجه وراكي مدرقتها عليا في قلبك. قالت لها صبرا ما كان حتى حاجه ناقصتني، غير حاجه واحده برك راني متحملتها وساكت عليها. قالت لها امها وش هي قولي لي. قالت لها الصياد فمه من التن. كي سمع الصياد هذيك الكلمه جاته كي السهم على قلبه وناض وراح، وبعد ودخل في الغابة وقعد يستنى فيها وغاضت عمره وتبدلت حواله. وقت أذان الفجر أذن، سلمت صبرا على أمها ومشات باش تلاقى الصياد. هي لقاته يتلاقى فيها في الغابة في البدية تاع الغابة، بصح شعر راسو كان واقف شعرة شعرة وحواجبه مقرونين ومتبدل. قلت له غير الخير، مالك راك متبدل ومهموم. قالها ما بيا والو. هيا راحوا قعدوا يتمشوا حتى لحقوا للغابة، وهما ماشيين شاف فاس مرشوقة في الشجرة. قالها جيبي هذه الفاس من الشجرة وضربيني في جبهتي بين عينيا. قلت له علاه يا سيدي نضربك نتشرحك. قالها يا تعملي اللي قلت لك عليه يا نقول لك. قالت لها خلاص، وقبضت هذاك الفاس ورفدته وضربته بين عينيه، فتحت له جبهته وبدا الدم يخرج، وهي تجري تحوس على الأعشاب والتراب والماء وتحط له على الجرح باش حبس له الدم. بعد 30 يوم بدا يبرى الجرح، وهي تحط في الضميدة وتداوي حتى برى الجرح، ولات تزغرت الحمد لله برى الجرح وتبلع وما فيه والو. ناض الصياد قالها اسكتي علاش راكي تزغرتي. قال هذا الجرح ما زغرتوش عليه. قلت له الكلام هذا علاه. قالها الجرح يبرى يا صبرا، وتبرى عليه الضميدة، وكلمة السوء يا صبرا نهار تمسي وتصبح جديدة. ونقز عليها وكلاها وخلاصت الحكاية. وهذه هي حكمة اليوم. قالك لسانك حصانك، إلا كان صنتو راهو صانك، وإلا كان خنتو راهو خانك. ونتلاقوا في حكاية إن شاء الله أخرى من حكاية التراث الجزائري.